نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله في ذلك اليوم العظيم يخبر جل وعلا عن تطاير الصحف، وما أدراك ما الصحف، وعن اختلاف الناس يوم القيامة في تناول هذه الصحف. فمنهم من يتناول صحيفة أعماله بيمينه فيأخذها فرحا مسرورا منقلبا إلى أهله وهو في غاية السرور، ويحب أن يطلع العباد على صحيفته لما فيها من البياض بالأعمال الصالحة. وأما من كان على خلاف ذلك فإنه يذهب حزينا كئيبا حاملا كتابه بشماله، آخذا كتابه بشماله، وهو في غاية الكآبة وفي غاية الحزن، ويتمنى أنه لم يؤت كتابه، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أين السلطان وأين المال؟ كل ذلك ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نعم عباد الله. وفي الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. كان في أهله مسرورا فرح، لكنه عاصي لله سبحانه وتعالى. كان في أهله مسرورا لكنه بعيد عن الصلاة وبعيد عن الطاعة وبعيد عن العبادة وبعيد عما خلق لأجله، فيدعو ثبورا وهلاكا يوم القيامة. أين الفرح وأين المرح وأين الحبور يوم القيامة؟ كل ذلك عباد الله ينساه لما يرى مما يرى من الأهوال العظيمة ومما قد توعده الله سبحانه وتعالى بسبب أعماله، ويقرأ صحيفة عمله فيرى فيها أنه من أهل النار وقد يئس أن يكون من أهل الجنة، ويرى أنه من أهل الخلود فيها والاستقرار. فلذلك يقول ما يقول ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهكذا بسبب ما ذكر الله سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وكل ذلك يا عباد الله سبب له ما سبب